السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ومشاهدين الأوفياء لقناة شباب نور، أهلا وسهلا بكم. بعد ما شريت جوج دجاجات بلديات من السوق الأسبوعي وعزلتهم على القطيع مدة 18 يوم ودرت لهم الحجر الصحي، هذه الطريقة هي خطوة ذكية يستعملها جميع مربي الدجاج كحماية القطيع من الأمراض. بعد ما يكمل الحجر الصحي للدجاج قبل ما تدخلهم مع خوتهم لازم تراقب الصحة ديالهم مزيان. شوف واش كياكلوا مزيان، شوف الريش واش نقي ومسخول، واش كاين شي افرازات من الانف ولا العيون ولا السعال. فحص البراز، ما خصوش يكون فيه دم او يكون سائل بزاف او فيه ديدان. قدم لهم مكملات مثلا ثوم في الماء او خل تفاح طبيعي لتقوية المناعة. حاول تدخلهم مع القطيع في الليل بهدوء، حيت الدجاج كينعس وما كيتعاركوش بزاف. إذا لاحظت عطاس، حكة، خمول، تورم العيون أو الوجه، فلا تدمجهم حتى تتأكد أنهم بخير واستعمل علاج مناسب. في الصباح راقب التفاعل ديالهم، إذا كان نقر عادي، لكن إذا كانت مضاربة كبيرة خاصك تدخل. وزع لهم الأكل ووفر لهم أكثر من معلف ومشرب باش ما يتدافعوش. الدجاج اللي دخل جديد خاصو وقت باش يتأقلم مع خوتو وما خاصوش يتعرضوا للتجويع. زودهم بالثوم في الماء، فص كبير مهروس في لتر ماء مرة كل أسبوعين. قليل من الخل التفاح الطبيعي، ملعقة كل لتر ماء مرة في الأسبوع. زودهم بالرماد الخشبي وتراب جاف باش يستحموا ضد الفاش. هاد العليقة لإنتاج البيض، عليقة بها كالسيوم جيد، قشور البيض مطحونة زائد حجر جيري، قمح أو ذرة زائد نخالة زائد فول أو عدس، خضار زائد قشور الخضار وعشب أخضر. كيبقى الحجر الصحي مرحلة لا بد منها، فهي ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في تربية الدجاج، خصوصا عند إدخال دجاج جديد للقطيع. هذه الخطوة البسيطة كتجنب مربي الدجاج أمراض خطيرة وخسائر كبيرة محتملة، وكتساهم في بناء قطيع سليم ومنتج. الوقاية خير من العلاج.
وحماية القطيع كتبدأ من اليوم الأول. دير السلامة الأولية وربي غيبارك لك في دجاجك.